عامل ايه؟ الحمد لله. زي الفل. الحمد لله. الحمد لله يا حبيبي. يلا بينا يا استاذ احمد. في أحد الأيام زرت صديقي دكتور علاج طبيعي، ووجدته يرفض علاج مريض بحالة حرجة. استغربت وسألته عن السبب، فأجابني: لو حاولت علاجه قد يصاب المريض وتتدهور حالته. فبدأت بالبحث، وبعد فترة ذهبت إلى كلية العلاج الطبيعي لعرض فكرة جهاز جديد. وقدمت مجموعة من التمارين، ففاجأني العميد أن أحد التمارين يحتاج إلى 4 أخصائيين لتنفيذه بدقة 80%. هنا أدركت أن ARD سيكون الحل. وفقا لمنظمة الصحة العالمية 27% من سكان العالم يحتاجون إلى العلاج الطبيعي، و3% من سكان العالم يعانون من إعاقة حركية مزمنة. وبرغم معاناة أبطالنا اليومية وآلامهم، فإنهم يواجهون صعوبات أكبر أثناء العلاج من طول مدة العلاج: السقوط المفاجئ، التمزق العضلي، انعدام الأمان وخاصة عند تعرضهم لنوبات مفاجئة، استحالة علاج بعض المرضى. وعلى الجانب الآخر يواجه أخصائي العلاج الطبيعي يوميا تحديات مثل الانزلاق الغضروفي، عرق النسا، تمزق أربطة اليد، وآلام أخرى في العضلات. لذلك نقدم لأبطالنا جهاز ARD القادر على تغيير حياة مرضى الإصابات الحركية. لماذا يستخدم الأخصائي والمريض الجهاز؟ لأنه يوفر حماية كاملة للمريض والأخصائي، وينفذ البروتوكول العلاجي بدقة دون أي مجهود على الأخصائي، مما يقلل مدة العلاج، ويعالج مرضى يستحيل علاجهم بالطرق التقليدية. وتتمثل قيمة الجهاز المضافة في أنه مناسب لجميع الأعمار والأوزان، وسعره منافس، وينفذ 60% من البروتوكول العلاجي. جمعت لحضراتكم مقارنة شاملة لأبرز الأجهزة المتوفرة في السوق وفي انتظار آراء حضراتكم. وتستهدف شركتنا حول العالم النوادي الرياضية الكبرى والمستشفيات الرائدة ومراكز إعادة التأهيل المتقدمة ومراكز العلاج الطبيعي ومراكز تأهيل اللاعبين. وللحفاظ على حق براءة الاختراع، سنحافظ على عنصري الطلب والعرض في السنوات الثلاث الأولى من خلال بيع 37 جهاز من أصل 62 طلب. بعد السنة الثالثة سنعيد تقييم فرصنا في اختراق سوق جديد من خلال الاستثمار الدولي المباشر أو الشراكات أو الاستثمار عبر الوسطاء أو حقوق الامتياز. وسوف يكون الجهاز قيد التطوير المستمر من العام الأول فصاعدا، بالإضافة إلى أن مؤشرات أبحاث السوق الخاصة بنا ستوجهنا إما ببيع المنتج المتطور أو الاستمرار في بيع النسخة القديمة. أمام حضراتكم بعض من الموافقات الطبية الحاصل عليها الجهاز. نسعى للحصول على تمويل بقيمة $172,000 مقابل 30% من أسهم الشركة، من أجل إنتاج 8 أجهزة، مع تحقيق صافي ربح متوقع يبلغ حوالي $70,000، مما يعكس عائد استثمار بنسبة 40%. ويشرفني أن أقدم لحضراتكم أعضاء الفريق. شكرا جدا لحسن استماعكم. شكرا ليك. شكرا ليك. شكرا يا أحمد. بما إن الفكرة نسجلها براءة اختراع، فأنا قررت أعرض لكم البرزنتيشن بطريقة مختلفة. يا رب تكون نالت إعجابكم. يعني أنا عايز أحييكم مبدئيا، لأنه يمكن أول عرض يجي وبراءة الاختراع منجزة، فده في حد ذاته طيب حاجة جميلة جدا. فبرافو عليكم جدا جدا. طيب احنا عندنا حته علميه بقى، طالما في براءه اختراع يبقى الدكتور سامح يدخل الاول يخلص الجزء، يستوفي الجزء العلمي بتاعه، وبعد كده ندخل على البيزنس. صح كده يا طارق؟ صح كده. يلا يا سامح. يعني مصطفى هو اللي بيحدد المعلومات اللي تتحط على السيستم. الطبيب. وهو ده اللي بيحدد الست بتاعه الاكسرسايزز اللي هي مدى صعوبة الجهاز بيشتغل عليها ومدى عدته على حسب حالة المريض. وفي تايمر مثلا، في ريبيتيشنز يعني طبعا على حسب نوع التمرين. في تمارين بريبيتيشن وفي تمارين بتايمر شغال. لو هتقول أنا بقيت مدى استجابة العضلة وضربات قلب المريض، بقيت لو حصل طوارئ أنا بتدخل بطريقة أوتوماتيك دون تدخل العامل البشري. السنسورز دي بتتحط على الماسلز وبتطلع
سيجنالز وايرلس يعني ولا ايه؟ هتطلع سيجنال واير. يعني انا منبهر جدا، ويعني عارف عايز اقف كده واقول لك انت حاجه عظيمه جدا يعني. تحيه كبيره لاحمد عبد الباسط. واعتقد انه تقريبا احنا قررنا نقول نوع الدعم ايه. أنا عايز أحيي أحمد بصراحة على يعني مجهوده وكفاحه وفكره، ونموذج حي لحب الحياة والقدرة على تحويل التحدي إلى إنجاز رائع وقوي، وبيفكر في كل البني آدمين اللي حوالين العالم اللي ممكن الجهاز ده يفيدهم. هو هيستفيد وفي آخرين كتير هيستفيدوا منه. فأعتقد إن ده من أجمل المواضيع اللي شفناها في المسابقة. كام؟ أيوة قبل كام انا عايز برضو عايز اقول له يا احمد ان انا معملي يعتبر واحد من اهم المعامل في الشرق الاوسط، موجود في مستشفى 57، واحنا متخصصين في الاسسمنت بتاع الماسل فيسيولوجي. فلو انت في اي وقت من الاوقات محتاج مني محتاج مني اي منتور شيب، محتاج مني فولو اب على ازاي الماسل على المستوى الخلوي، على مستوى الميتوكوندريا ازاي بتتحسن وبتشتغل، وايه افضل البروتوكولات، انا تحت امرك في اي وقت. مش في اي وقت بقى يجي لك على طول. طبعا طبعا. لا دلوقتي. اهلا بيك لا بيزنس مان على طول طبعا دور يعني. كام بقى يلا هنبدا بهاني. واحنا ما فهمناش الاسك، ممكن نعيد الاسك؟ كامل. كان الاسك 170,000 دولار. 172,000 دولار. هاني حضرتك هتدفع كام؟ احنا يعني مش هقول لك ان ولا اوت، هي واضحه. شكلك دافع على طول. الصندوق بس يعني لو واخد موافقتهم احنا ممكن نوصل للسيل للدعم، عشان على الاقل نضمن ان احنا تكلفه الجهاز ده الاولي تطلع يعني. تقصد المليون جنيه الاولانيه؟ تهيألي هنكون متفقين اظن. منين بقى؟ من صندوق مين؟ انت اللي قلت كلنا شكله بقى من عندك. من ايه؟ شكله من عندك طالما انت قلت. خلاص يبقى من صندوق رعايه المبتكرين والنوابل الدعم يوصل لمليون جنيه ل ARD علشان يطلع اول نموذج ينفع يتباع في السوق. ان شاء الله. شلبي. ما احنا كلنا عايزين نبقى ان بصراحه. انا بالتالي هنوصل للمليون ونص. طب اللي هو الحد الاقصى. ممكن تقسم علينا. تتقسم علينا يعني ممكن تتقسم علينا بقى. خلينا نوصل للمليون ونص. ايوه وتتقسم علينا كلنا. ايوه من الحافظه بتاعت مين؟ لا مننا كلنا نقسمها علينا. كلنا عايزين نبقى ان. 500,000 على 4 بكام بقى يا ترى؟ 125. رهيب في الارقام، قوي جدا كده. 1,500,000 جنيه من اللجنه كلها. الف مبروك احمد عبد الباسط. 1,500,000 جنيه لفريق ARD الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا. احمد بيواجه تحديات اكبر كتير جدا من اي تحدي ممكن حد فينا يكون بيواجهه، لكن هو قدر ان هو ينتج وقدر ان هو ينجز وقدر ان هو يكون النهارده في وسطنا بيعرض مشروعه قدام ملايين المشاهدين. قبل ما نقفل الفقره دي، تحيه كبيره للاب والام اللي امنوا بموهبه احمد عبد الباسط وكانوا سبب في انه يقف على المسرح ده وياخد الدعم ده. عاوز اقول لحضراتكم في كل بيت مصري تقريبا احمد عبد الباسط، بس يا رب يكون في كل بيت مصري اب وام زي دول بيامنوا بموهبه ابنهم وبيوصلوا معاهم لحد النهايه. استثمر في ابنك. احنا ما عندناش حاجه في حياتنا كلها غير ان احنا نستثمر في اولادنا، لان اولادنا هم المشروع القومي لكل اب وام مصريه.